تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وفي آية أخرى قال سبحانه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فعند تلاوة هاتين الآيتين قد يبدو التشابه عند القارئ، ولكن هنالك فرق بين الآيتين. فما الحكمة من ذكر لفظ رجل في آية القصص أولا، وتقديمها على قوله من أقصى المدينة، بينما جاء الأمر على العكس في آية ياسين، حيث قدم قوله من أقصى المدينة على لفظ رجل؟ نعم، ففي قوله وجاء رجل من أقصى المدينة كان التركيز في هذه الآية على رجولة هذا الناصح وشجاعته وإقدامه وعزيمته، لذلك قدم رجل. وفي قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كان المقصود الإشارة إلى بعد الشقة والمسافة التي قطعها هذا الرجل، فلما كان المقصود الرجولة قدم كلمة رجل، ولما كان المقصود بعد المسافة قدم أقصى المدينة على رجل. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.